انت اللي عليك خاصك تحافظ على الوراق ديالك. كيفاش دير تحافظ عليهم؟ الوقيته اللي تكون انت فاتح الطا وخدام، ما تخليش الطا وتمشي للمغرب تسافر تتسمى فرودي غشاش. لقيت لا سيندا لا والو، داكشي ديال لا سيندا وداكشي. انا هزيت الوراق، النيميرو السيكورو سوسيال، تخشيت في الخدمه، خدام في الصنعه ديالي ديريكت. اخويا انس بخير. الله يحفظك. خويا انس، واحد السؤال بسيط، الله يرحم لك الوالدين. تفضل اخي. خويا انس، انا هزيت الوراق ديالي بالريغو فورماسيون وقريت عليهم وقلبت على كونطرا وبدلت، الحمد لله. دابا عندي باش هزيت الوراق 9 اشهر، ودابا خويا خدام. دابا حاليا دخلت فيهم 8 اشهر و10 ايام ديال الالدا، وحاليا دابا انا الدا. خويا انس، بغيت نسولك، حيت انا متقيت لا سيندا لا والو، داكشي ديال لا سيندا وداكشي. انا هزيت الوراق، النيميرو السيكورو سوسيال، تخشيت في الخدمه، خدام في الصنعه ديالي ديريكت. لا تشبر السيده في لاسيندا وتمشي تقيد، وديك الساعه عاوتاني تبقى دير ديكلاراسيون ديال الرينطه ديالك من العام لعام. سير شد السيده مع لاسيندا. ولكن في اي لحظه شت السيطه، حيت قالوا لي انا حتى لشهر الرابع هذاك يمكن لا كيفاش. من حقك دابا تمشي تشاد وعطاوك تسجل عندهم تمايا. من حقك اخويا. لاسيندا راه ماشي ضروري حتى شهر ربعه. لاسيندا هاد مصلحه الضرائب ماشي هي مصلحه فقط عا باش نديكلاريو فيها الرينطه. ممكن من دابا تمشي تشد معاهم السيده، راه تيديروا شي اخويا انا فورماسيونيس الى اخره. قول. اخويا انس، بالنسبه لهذا القانون اللي داروا دابا ديال المراقبه الالكترونيه، دابا خويا انا مع خدام وكيعطوني الفاكاسيونيس غير 12 يوم، فهمتي؟ ديال الفاكاسيونيس فاش كنريح كل 3 شهور كيعطوني، كل 3 السيمانات كيعطوني فيها 12 يوم كالراحه، فهمتي؟ ودابا حاليا كندوز في البيريمي وكلشي. انا ما عنديش الوقت باش نهبط للمغرب، ولكن في حاله لا بغيت نهبط للمغرب وزعما ما يكونش عندي ما يكونش عندي مشكل. انت غتهبط للمغرب، يكون مراقبه الحدود الوطنيه ولا الفضائيه ولا ما نعرف حنا ما سوقناش. انت عندك بطاقه الاقامه، عندك حريه التنقل، ما كاينش اللي يهضر معاك. تمشي فوقاش ما بغيتي، تجي فوقاش ما بغيتي. ولكن مكتب الهجره داير شروط. ديك بطاقه الاقامه اللي عاطيها لك دائما الوراق دعام، ما خصكش تخرج خارج تراب الوطني اكثر من 6 شهور. الاقامه الغير ربحيه اللي تيحصلوا عليها بعض الاخوه اللي تيجيو من المغرب فيزا سياحيه وكانوا تيدفعوا هنايا، فالعدد كثير اللي قدم على الطلب الاقامه هذه ديال الاقامه الغير ربحيه وجاب لهم الضمانات 30 مليون، قطع على سورانس العام، دفع، عطاو الاقامه ديال العام، بحكم بانه عنده التجاره في المغرب فهو جلس في المغرب اكثر من 6 شهور. نهار ما يمشي يدير التجديد ديالو رفضوا له. علاش؟ لان ما جلسش هنايا بزاف. يعني هذا القانون هذا كان تيطبق بشحال هذه، سواء كان هذه مراقبه الحدود او ماشي مراقبه الحدود. وهذه مراقبه الحدود هذه دايرينها صحاب الفيزا، ماشي لك نتايا. انت اللي عليك خاصك تحافظ على الوراق ديالك. كيفاش دير تحافظ عليهم؟ مثلا الوقيته اللي تكون انت فاتح الطا وخدام، ما تخليش الطا وتمشي للمغرب تسافر تتسمى فرودي غشاش. كيفاش انت فاتح الطا وانت راك في المغرب؟ هذا هو المشكل انس، ما يقدروش يديروا لي باخا، حيت انا خدام في الخدمه ديالي، ما يقدروش يديروا لي باخا ما دابا. ولا يقدروش هبطت كاع يديروا غادي لك نهبط، باخا، لا هبط خاصك ندير تخدم 10 على ايام. قيمتك. اما انت فاتح ارطا وخارج البلاد، الا عاقبك اسيدي راه يديروا لك فراودي، يديروا لك التحايل على كذا وتشغل ولو 10 ماشي. ايام، حيت هما كيعطوك 12 يوم فاكاسيونيز ديالك، دبر راسك، فهمتي؟ خويا عندك 12 يوم، و12 يوم عندك في العام عندك شهر الفاكاسيونيز. اه. غتقول لهم انا ما نشدش انا ال 15 يوم مثلا ولا 12 يوم في راس العام، يجمعوها لك في الصيفيه وتجمعها وسير اخويا دير فاكاسيونيز ديال العام وهبط بحال كنيشان شهوار ديالك، بحال جميع الطبقه العامله. وهذا هو القانون. الله يرحم والدينا انس. ما كاين اخبار على البيرمي اخويا؟ يلاه زقلتو دابا بجوج النقاط دابا، والله العظيم، والله جوج اسئله اللي زقلتو. وباقي ما كاين حتى شي نضال اخر. الله يحفظك يا انس، الله يرحم والدينا. تحياتي، الله يوفقك، شكرا.